ريال مدريد بمنتهى السهولة يقصي مانشستر سيتي من دوري الأبطال بهاتريك مبابي، والدوري الإنجليزي يشتعل، ليفربول يتعادل أمام أستون فيلا بنتيجة 2-2. قبل ما نبدأ الفيديو صلي على النبي واشترك لي في القناة واعمل لي لايك ويلا بينا. الكل يعيش الوهم، والريال بطل دوري أبطال أوروبا، فريق نجح يصعد من المجموعات بطلوع الروح وفي الآخر هتلاقيه البطل. الريال النهارده كان في قمة التألق، حتى تشاومين لعب مباراة حلوة. الريال كان مسيطر على المباراة وكل اللعيبة كانت في حالة بدنية عالية، يزيدوا في الريتم ويرجعوا يتقدموا ويسجلوا. مباراة كانت من طرف واحد، واللاعب اسينسيو من خامة راموس كان ماسك مرموش معقده في حياته. امبابي نجم المباراة او رجلها الاول سجل هاتريك بكل سهولة، والثلاث اهداف اجمل من بعض. اسينسيو عمل اسيست لامبابي يدرس. شوف الاخطاء الفادحة من دفاع السيتي، والحارس السرحان ادرسون ضيع من مرماه حارس لا يصلح للسيتي، والدفاع ضايع. امبابي علامة بصراحة، جول اول بسرعته، عرف يغلط الدفاع وسجل الهدف الاول على طريقة مرموش اللي كان النهارده لا حلو ولا وحش، بس لسه عليه بدري. يا فرحة رضا عبد العال النهارده الحاجة الوحيدة اللي مزعلاني. مش عايز اسمع صوت حد فيكم تاني. مش عايز اسمع صوت حد فيكم تاني. انتوا تاخدوا مني. اكيد النهارده الفنكوش هيقول انا صح وشفته ومش عارف ايه، قلت لكم ماتش الريال، ولكن مرموش جه في وقت الفريق كل نايم واقع حرفيا، لا دفاع ولا خط وسط. السيتي عايز فريق جديد، والموسم ده جوارديولا ينساه خالص عشان موسم صفري. والله انا زعلان على مرموش مش اكتر. تحس ان لعيبه السيتي متعمدين ما يلعبوش كوره، فريق في الكنافه، لعيبه مشطبه كوره، مفيش شغف غير خوسينوف ومرموش وهالاند لو كان في الملعب. السيتي لسه في بيته ما جاش، ومرموش اتظلم قوي النهارده. يا فرحه الفنكوش فينا، ومبابي اللي كان منحوس جفا النهارده وسجل هاتريك، ورجع امبابي بتاع كاس العالم، سرعه ومهاره واداء عالي. كلنا معاك يا مرموش، لسه قدامك كتير. امبابي في الهدف الثاني تلاعب بدفاع السيتي ومسح بجوفرديولا الارض، ده ابو 90 مليون افضل ظهير في العالم، بعته يا جدعان فظيع، وداه سوهاج يجيب عودين قصب. وطبعا امبابي في الاحتفال بيشرح لنا الهدف. مباراه للنسيان للسيتي. النهارده الريال عامل عظمه، عجبني رودريجو النهارده كان عامل مباراه رائعه. الريال كان متحكم في المباراه من البدايه للنهايه، والسيتي النهارده ملهوش نفس يلعب، ده لو متراهن انه يخسر مش هيلعب كده. شوف الهدف الثالث لنجم المباراه امبابي، بيدخل مفيش رقابه عليه من البدايه، شات الكوره بكل ذكاء. حارس السيتي متواضع جدا ويسجل الهدف الثالث. شوف الريال قبل الهدف الثاني كان عامل كام تمريره. الريال النهارده كان بيتمرن حرفيا. الريال يمرض ولا يموت. النهارده فضح السيتي وعرفنا مقام السيتي ضايع حرفيا حتى لو هالاند موجود. الريال عطى درس لمانشستر سيتي وجوارديولا مفيش كلام. النهارده انشيلوتي لعب اقوى واجمل مباراه في تاريخه كله، تناغم ولاعيبه فاهمه بعض وتحجم لاي مصدر خطوره للسيتي. بصراحه انشيلوتي تفوق على نفسه. الجول الاول جه بعد 19 تمريره متواصله، والجول الثاني لمبابي من احسن الاهداف اللي اتسجلت. كوره جماعيه ومهاره مش موجوده غير عند كيليان امبابي، لدرجه انه قطم وسط جفارديولا رجعه كرواتيا من ثاني. الشوط الثاني استسلام تام من السيتي، وامبابي يجيب هاتريك، بس الريال كان قادر يعمل سكور في المباراه. خلاص السيتي بيه فريق منتهي ومفيش حد عايز يغير النتيجه، والملعب كله ما فيهوش غير مرموش وكوانزلس. الجون اللي جه جون شرف ما تحسبش غير ليهم هم مش للفريق. سيبك انت، مرموش شات كوره حلوه لو جت كانت بالهاتريك بتاع امبابي. وكده مبروك للريال، والسيتي بيه شبه مؤكد مفيش بطوله السنه دي. هل هيكمل جوارديولا مع السيتي ولا هيكون الموسم الاخير لجوارديولا؟ نيجي لمباراه ليفربول مع اوستن فيلا، يتعادل 2-2، وكده هيدي فرصه للارسنال يقلل الفارق. ليفربول كان متصدر بسبع نقط، وكده الارسنال لو فاز هيكون الفارق 5 نقط. واضح ليفربول ما بيتغيرش، لان دي نفس الماتشات اللي كان بيقع فيها كل سنه. النهارده السيناريو غريب، انت متقدم في اول تلت ساعه ومسيطر على الماتش، وفي اخر 10 دقائق من الشوط الاول اوستن فيلا بتستغل الجبهه اللي فيها ارنولد اللي بيقدم فيها اداء كارثي في الدفاع، ويجيبوا هدفين ويقللوا النتيجه. حتى في الشوط الثاني لما جيت تمسك الكوره كان استحواذ سلبي ومفيش اي حلول. الحقيقه ان اداء ليفربول في اخر 4 ماتشات بيخليك تقول ان لسه الدوري في الملعب. صلاح صعبان عليه قوي، بيكون عامل اللي عليه وتيجي غلطه صغيره ملهاش اي 60 لازمه تضيع مجهوده، زي غلطه الحارس في ماتش نيوكاسل وغلطه الدفاع في ماتش ايفرتون. ونونيز حرفيا جايب الليفر الارض ومضيع هدف مؤكد. صلاح يصبح اول لاعب في تاريخ البريمير ليج يسجل ويصنع في نفس المباراه خلال 10 مباريات مختلفه في موسم واحد فقط. جوتا النهارده كان عامل مباراه حلوه، عمل اسيست لصلاح من غلطه دفاع اوستن فيلا ويسجلها صلاح بكل سهوله زي ما انتم شايفين. ويستون فيلا سجل هدف التعادل في الدقيقه 40 من الشوط الاول. الدفاع بيطلع الكره بطريقه غريبه، متمركزين غلط، والكره تتاشر للاعب اوستن فيلا ويسجل هدف. وفي بدايه الشوط الثاني الدفاع برضه ضايع ويجي الجون الثاني. صلاح يلم اللاعب وتخدمه الكوره ويعمل اسيست رائع لارنولد ويسجل التعادل زي ما انتم شايفين لليفر. منه لله اللي ضيع الهدف الثالث. اشوف فيك يوم يا نونيز يا اخي، شوف مش عارف يسجل هدف في المرمى فاضي. ليفربول اليوم زفت، ليه 3 مباريات مستواه نازل. يوم غير سعيد للسيتي ولا للليفر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.